ايهاب معانا لسه يعني طالع حالا من عمليه زراعه حلقات عن طريق الفيمتو ليزر. تمام، هو هيقول لنا برضو تجربته بالنسبه للعمليه اللي يعني الحمد لله احنا ما كملناش تقريبا 10 دقائق في العمليات. اجراء بسيط جدا عرفنا من خلاله ان احنا نعالج جزء من مشكله الحمد لله القرنيه المخروطيه، وان شاء الله هيبان اثاره لاحقا معاه باذن الله. مرض القرنيه المخروطيه للاسف في بعض الناس او كتير من الناس للاسف ما بتاخدش بالها منه غير في المراحل المتقدمه. في بدايه مرض القرنيه المخروطيه نقدر نعالجه بطرق بسيطه جدا تقدر ان احنا القرنيه ما نستغناش عنها او ندخل في عمليات كبيره زي زراعه القرنيه. ايه اللي انت كنت بتحسه اللي خلاك تكشف اصلا؟ يعني كنت حاسس ان نظرك عامل ازاي؟ انا ما كنتش بشوف الحاجه البعيده خالص، لازم حاجه تقرب مني قوي. وحتى في الفتره الاخيره لما كانت بتقرب برضه كنت بحس بنفس الزغلله، يعني ما كنتش قادر اشوف لا من قريب ولا من بعيد. زائد ان عينيا دايما كانت بتبقى فيها وجع مع الضوء او بحس ان الضوء وما بقدرش حتى اسوق بالليل، ما كنتش بعرف اسوق خالص بالليل. اوكي. فانا كذا مره رحت كشفت عند كذا دكتور، يعني دكتور نظر عادي، فكان بيكتب لي اللي هو نظاره. اوكي. فبالعكس انا بقيت لما بلبس النضاره بلاقي نفسي ان انا بقيت اسوء، فبقلع النضاره الاقي نفسي كويس، فكنت بركن النضاره لحد في الاخر ما جيت لحضرتك وطلبت مني الفحوصات بتاعت الكورونا. دي كانت تعتبر اول مره كده اكتشفت التشخيص بتاع الموضوع بتاعك؟ مره حد يقول لي عليها. طيب خير ان شاء الله. الاعراض اللي هو قالها ايهاب دي بالظبط تيبيكال الاعراض اللي هي بتاعه القرنيه المخروطيه. العمليه بقى نفسها انت دلوقتي عملنا زراعه الحلقات، احنا الحمد لله في حالته كانت الموضوع ملموم شويه، فاحنا عملنا زراعه حلقات في عين واحده وهنتابع بقى العين الثانيه ان شاء الله، وممكن تحتاج نضاره فقط ما نحتاجش حاجه اكتر من كده. الاجراء بالنسبه لك اللي هو زراعه الحلقات عمل ايه بقى؟ لا انا ما حسيتش بحاجه خالص، يعني انا كنت متوقع ان انا هيبقى في ضغط على العين، شكه، يعني كان هيبقى في لعب كتير. كلمه عمليات لوحدها بتبقى بتعمل شويه يعني في النفسيه كده، بتخلي الواحد متاثر شويه. بس بصراحه انا ما حسيتش بحاجه خالص، الموضوع ما خدش يمكن 5 دقايق يمكن اعتقد احنا كان ما عدناش ال 10 دقائق تقريبا يعني. فلا الامور تمام بالنسبه لي وما حسيتش حاجه. الحمد لله الحمد لله. تمام، فان شاء الله كده يعني تنبيه بس ان احنا نخلي بالنا وان احنا نكشف بس بشكل دوري على عينينا، عشان لو في حاجه نقدر ان احنا نكتشفها مبكرا ان شاء الله.